نسر الاهلي يحلق في سماء رادس، وفي رادس لنا حكايات واسالوا عنها الجيل اللي فات. تاو هو ميسي تاو وليس بيرسي تاو، وعلى راي المثل لا بنزيما ولا ميليتاو، عندنا الواد بيرسي تاو. وكولر هو ملك الثلاثيات، ولو مش عارف تكسب الترجي على ملعبه تعالى وانا اقول لك تكسبه ازاي. وتاو يواصل تألقه وينفجر على ملعب رادس امام الترجي ويرد على كل المشككين انه هو من افضل لعيبه الاهلي في الفتره الحاليه. بيرسي تاو هو أكتر واحد مساهمة للأهداف من بين فرق أفريقيا كلها، صنع 4 أهداف وسجل 4 أهداف. والشناوي أصبح أكثر حارس حفاظا على شباكه برصيد 5 كلين شيت. وفوز الأهلي اليوم هو أكبر فوز للأهلي في تاريخه في دوري أبطال أفريقيا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على الترجي التونسي، وأكبر فوز على الترجي في ملعبه في رادس برصيد 3 أهداف مقابل لا شيء. كولر هو ملك الثلاثيات برصيد 13 ثلاثية. والله لو كولر بيلعب سلة لكان أحرز المركز الأول. وبعد تصريح نبيل معلول إن هو نفسه يقابل الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أنا بقول لك يا نبيل معلول أنت طلبتها ونلتها، وإحنا قابلناك وعاقبناك على التصريح اللي أنت قلته. الاهلي بدأ المباراة بخطة 4-1-4-1، وكان نفس التشكيل اللي احنا توقعناه في فيديو المراجعة النهائية، ولعب بمروان عطية وبيرسي تاو وحمدي فتحي في نص الملعب، وده كان المطلوب منه لان هو في التحولات الدفاعية او الهجومية هم هيقدروا يضغطوا كويس جدا، وحمدي فتحي كان بيلعب دايما مع كهربا لقدام. وكولر بدأ المباراة بخطته وبطريقته اللي هو الضغط على الخصم في جميع انحاء الملعب. ونيجي لنبيل معلول اللي بدأ المباراة بخطة 4-1-4-1، واللي احنا توقعناها في فيديو المراجعة النهائية وشرحنا التفاصيل ونقط الضعف عند الترجي. وقدر بيرسي تاو يستغل نقطة الضعف اللي هي المنطقة العامية للمدافعين اللي هي خلف الباكين، اللي احنا شرحناها ان هم في التغطية العكسية دايما هم غير مميزين ونقطة ضعف كبيرة عندهم وسوء تمركز المدافعين دايما. وقدر يحرز الهدف الاول بيرسي تاو في الشوط الاول. ونيجي للشوط الثاني اللي تاو قدر ينفجر فيه فعلا، وقدر يحرز هدف من مجهود فردي، وقدر يجري لعيبه الترجي كلها وراه ولاعيبه افريقيا كلها وراه عشان يحرز هدف بفن ومعلمه، وقدر يحط الكره في زاويه صعبه جدا على الحارس. وبعد ما كهربا ضيع انفراد سهل جدا، قدر كهربا وحسين الشحات اللي كانوا في اسوأ مباراه ليهم ان هم يحرزوا هدف. هم في اسوأ مباراه ليهم بس قدروا يساعدوا الفريق وقدروا يحرزوا الهدف الثالث. احلى حاجه في كولر ان هو دايما كان بيتكلم معاهم ان هم دايما يتحركوا ككتله واحده، واحنا من زمان ما شفناش الاهلي ان هو بيتحرك كتله واحده زي ما احنا كنا بنشوف قبل كده. فقدر ان محمد عبد المنعم دايما وياسر ابراهيم اللي عملوا مباراه جميله جدا وتالقوا في المباراه جدا، وقدروا هو محمد هاني وعلي معلول ان هم يتحركوا دايما مع خط الوسط ومع المهاجم او المهاجمين. وكان دايما كولر بيدي تعليمات لمروان عطية اللي هو احد نجوم المباراة ان هو دايما ماسك محمد بن رمضان اللي هو النجم بتاعهم، اللي هو الترمومتر بتاعهم اللي بيقدر يحركهم يمين ويسار ويقدر يسدد على المرمى. وقدر ان احنا نشل حركات الهجوم بتاعهم، والاهلي قدر ياخد اللي هو عايزه من المباراة. وانا كان نفسي ان النتيجة تزيد لان احنا كنا نقدر نزود النتيجة اكتر من كده. وانا بقول ان نجم المباراه الاول هو كولر وتاو، لان كولر قدر يقسم المباراه وقدر بعد مباراه سان داونز ان هو يعاقب كل واحد يقابله بالثلاثيه بعد ما اتهزم 5. واحنا نتمنى ان هو يعاقب بعد كده بالخمسه وليس بالثلاثه. وباذن الله احنا شايفين ان النادي الاهلي مع كولر بيلعب الكوره بسلاسه 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 زي ما هو بيحرز الثلاثه ثلاثه ثلاثه لحد لما وصل للثلاثه او الثلاثه الرقم 13 مع كولر. باذن الله نقدر نحقق فوز كبير باذن الله في القاهره ونصعد للنهائي باذن الله عشان نقدر نلمس الاميره السمراء ونحرز البطوله ال 11 في تاريخ النادي الاهلي. وباذن الله مع كولر هنقدر نعمل كده زي ما احنا شفنا ان كولر قدر يحرز 3 بطولات زي ما بيحرز 3 اهداف في كل مباراه، وباذن الله ده يبقى الرابعه ونحرز برضو 4 اهداف في مباراه العوده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وباذن الله مع حلقه جديده من برنامجكم في التسعين.